ازيكم، انا مازن عادل اي كي عبقرينو من قناه عبقرينو. في الفيديو دوت تحديث سريع كده للستيبل ديفيوجن والابديت الجديد بتاعه اللي هيضرب ميد جيرني، او هو بيحط على ميد جيرني حاليا في التصميمات وكده. يعني انت اصلا لو جيت تكتب بروموت هيطلع لك شكل الصوره احترافي جدا جدا جدا، وبما انه اصلا مفتوح المصدر وانت بتشتغل براحتك، وهتلاقي موديلز كتير هتنزل على الكوميونتي قريب وبتاع والكلام ده، فانت هيكون عندك كمية حاجات تقدر تعملها بيه أحسن بكتير من أنت مثلا تعملها بميد جيرني. يعني عندك الشباب ما بتتوصاش الموديل ينزل منه 5000 موديل واشتغل بقى على طول. طب هل أنت تقدر تحمل الموديل الجديد بتاع ستابيل ديفيوجن؟ للأسف لسه ستابيليتي اي اي شغال على الموضوع. احنا دلوقتي في الاس دي اكس ال 0.9، لسه اللي هو الفيرجن 1 هينزل رسمي كمان شهر تقريبا. لسه مش عارف بالظبط يعني ايه 100% هيتم اصداره ازاي وكده. يعني ان شاء الله اوصل لمعلومات وابقى اسجل فيديو عنه ونجربه على البي سي بقى. هفتح تسجيل او بي اس على البي سي نفسه، بنفتح نجرب الموديل ونحكي كل حاجه عنه، والحاجات اللي انا فهمتها فيه هبدا ان انا اشرحها واشوف شكل الموديل هيكون عامل ازاي على البي سي، مش في ويب سايت اونلاين. الويب سايت دوت اسمه كليب دروب باي ستابيليتي اي اي. الشركه اللي بتعمل الموديل هي موفر لك انك تجرب 0.9 فور فري، بس انت مش عندك تحكمات كتيره، انت بتكتب بروموت بس وتشتغل. في موقع تاني اسمه دريم شيب تقريبا او دريم ويف، مش فاكر بالظبط الموقع دوت. ممكن تلاقي عليه ال 0.9 بس بيديك كريدتس معين عشان تجرب الحاجات اللي انت بتجربها في الاوفلاين، وبعد كده بتدفع فلوس. فمش محتاجين كده كده، احنا بس هنجرب نشوف شكل الموديل عامل ازاي وليه هو احسن من ميد جيرني في الوقت الحالي. وبرضو هقول حته ميد جيرني تميز فيها شويه، ان هي من غير ما تتعب نفسك وتقعد بقى تدوس على حاجات وتخش في تابات ومش عارف ايه وكده، انت بتعملها مجرد بس بضغطة زرار، وهي انك بتعمل انزوم للصورة. ومثلا عندك الصورة ديت بقت دي حرفيا، انت بس كل اللي انت عملته ان انت عملت انزوم، وكل مره ممكن تعمل انزوم زياده وبيجنريت حاجات زياده وكده، والموضوع سهل. بس عيبها الوحيد انها بتاكل في كواليتي الصوره. يعني انت عندك مثلا كواليتي البنت هنا كويسه وكذا وكذا وكذا، هنا بقى هتلاقي الكواليتي تبدا تقل 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 لو انت كل شويه تعمل انزوم، فهتبقى مش كويسه. يعني هتضطر ان انت تشوف ويب سايت او تكون عندك ابلكيشن بيكبر الصوره عشان يطلع لك الجوده الجامده جدا اللي انت محتاجها يعني في الصوره عشان تبقى شبه دي. احنا عندنا هنا ستيبل ديفيوجن اكس ال 0.9، عايزين نشوف حاجه من الحاجات اللي بيعملها من غير ستايل. انا في هنا بروموت انا جايبه جاهز، ده البروموت ودي الصوره بتاعته، ده من ستيبل من ميد جيرني اقصد. فاحنا عايزين نشوف البروموت دوت هيطلع عامل ازاي في الستيبل ديفيوجن. طبعا هو مش هيطلع بنفس الابعاد، هيطلع بابعاد مربعه او لا واحد في واحد يعني. بس هنشوف يعني هنا، شوف شكل الصور عامل ازاي في الأربعة، ونشوف هنا بقى هيكونوا عاملين ازاي. مش شرط ستيبل ديفيوجن يطلع كويس، هو ممكن يطلع فيه أخطاء، بس بيطلع في حاجات جامدة جدا جامدة جدا 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 مقارنة بستيبل ديفيوجن. تعالى نقفل دول تمام عشان بس ما غلطش. هنا عندك دي شكل الصور، ودي النسخ اللي طلعت. يعني انا احبذ يعني لو جيت قارنت دول، او جيت مثلا قارنت ديت بدي، ماشي، انا شايف ان دي احلى، دي احلى بكتير. البشرة سايحة، شكلها جميل، الديزاين حلو ما عدا ده. هنا الوش شكله مش لطيف يعني، وهنا شكله جميل جدا جدا جدا. ممكن حتى انت تستخدم الصورة دي تكتب هنا الكلام بتاعي، يبقى عندك حاجة جامدة يعني. على عكس دول انا بحسه طالع من سبيستون قوي. هي دي حلوة، بس لازم تطلع من سبيستون قوي. طيب، ما عندكش بروموت، مش عارف تكتب بروموت، عندك برضو كليب انترجيتور رحنا له قبل كده وقلنا ان دوت بيكون معاك البروموت، وتكتبه في اي ابلكيشن تستخدمه يطلع لك الدنيا زي الفل. فانا هختار صوره من عندي على البي سي ونشوف شكل الصوره ديت هتطلع عامله ازاي لو جينا استخدمناها على ستيبل ديفيوجن. فانا هنقي صوره لحد ما عندي على البي سي يعني، نشوف شكل الصوره هتكون عامله ازاي. ولنفترض ان احنا جبنا صورة لفريم من الانترو بتاع باجزا يوتيوبر بيستريم يعني جيمر، يعني راجل مشهور. احلى تحية لباجزا بصراحة.
راجل محترم. فهنستنى لحد ما يطلع البروموت بتاع الصورة ونروح نجربها ونشوف شكل الصورة هيكون عاملة ازاي. احنا مش عايزين يطلع باجزة، احنا عايزين نشوف يطلع تكون عاملة ازاي. كرتون في فاهمان، هيدفونز مش عارف كذا 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 كذا. ماشي، هتدوس كوبي وتروح هنا وتروح دايس على جنريت. احنا كل ده ما بنستخدمش ستايل، انا ما بحطش اي ستايل على الصور، والصور بتطلع بالكواليتي ديت. انا لو حطيت ستايل تبقى جامدة. يعني انا الصورة اللي هي ديت، انا لو كنت حطيت لها ستايل انمي اساسا كان هيطلعها جامده، اجمد من ما انا كنت عامل. فاحنا ممكن نجربها برضو. اهو الصوره طالعه كده كويسه جدا، وانا مش مركب اي ستايل خالص. يعني ستيبل ديفيوجن 0.9 كويس جدا جدا لحد دلوقتي. ويعني جربت بيه حاجات كتير جدا. ممكن اصلا تجيب اي صوره تانية حتى لو صوره قلم هيطلع لك اقلام شكلها حلو. تعال نجرب نحط بروموت فانتسي مثلا، عشان انا بروموت نحط قصدي ستايل فانتسي. ستايل فانتسي انا بحبه جدا، وهو اللي معمول بيه الصوره اللي معموله في الثامنيل. لو انت شفت الثامنيل هتلاقي الصوره معموله بالفانتسي ارت. هو حلو جدا، بيطلع لك الصوره عامله كده. فانت قشطه تمام. انت ممكن اصلا خلاص كده تاخد الصوره دي تعتمدها في السوشيال ميديا. يعني انت مثلا لو انت عايز تحط صوره في السوشيال ميديا ليها علاقه بيك كجيمر مثلا او كحد بيعمل اي حاجه وانت مش بتظهر وشك، فانت ممكن تستخدم الصوره دي. رقم واحد ديت مش حلوه صراحه، بايظه. دي جميله جدا، يعني دي تعتبر اجمد واحده. دي كويسه او كل حاجه، بس مش مفضلها عشان جايب زاويه يعني. لكن دي شكلها حلو، فانا ممكن ادون دي بصراحه. دي ما عملتش بسبب يعني بيكون في ضغط شويه. تعال نجرب تاني، نختار نفس البروموت ونشوف شكل البروموت دوت لو عملنا الانمي ارت، ونجرب الفانتسي ارت برضه نشوف هيكون عامل ازاي. ممكن برضه نجرب البروموت بتاع باجز، نشوف لو عملناه في الانمي يكون شكله عامل ازاي برضه. دول المثالين اللي انا عايز اشتغل عليهم في الفيديو دوت. يكون شكلهم حلو. اهو عملنا انمي قريبه شويه. هنا دي قلبت عن انمي بجد يعني مقارنه برضه بميد جيرني هي كسبانه جدا. انا ده بروموت اصلا جايبه من ميد جيرني، والصور اهيت نتائج ميد جيرني اهيت. دي كسبانه اصلا. انا كده قشطه تمام. في شويه حاجات بايظه في الصور محتاجه ان هي تتظبط بعدين. انت ممكن بس تبقى تظبط البروموت بتاعك تخليه اكتر وصفا يعني، وتطلع الصوره جامده. يعني كلهم حلوين، ودي بالذات جامده جدا جدا جدا، بس محتاجه ان الوشوش تتظبط وحاجات من كده. طلع لك شغل جامد. لو نجربها على الفانتسي ارت تمام، نشوف فانتسي ارت هتكون عامله ازاي. انا بستخدم انمي فانتسي ارت اكتر. دول اللي هم بيطلعوا لي نتائج كويسه لحد دلوقتي في البروموتس اللي انا بكتبها بالتحديد. اما بروموتس اصلا جايبها جاهزه من على النت او كده، فكلهم شغالين كويس. عندك فانتسي ارت 100% جامده. اكيد لازم تطلع شكلها جامد، والسياحان ومش عارف ايه، ويعني رائعه. انا بحب الحوار ده، بحب الحوار دوت في ستيبل ديفيوجن. تعال ننسخ برضو البروموت بتاع باجزا ونجرب على الانمي، نشوف شكل باجزا يكون عامل ازاي في الانمي، او وصف صورة باجزا عاملة ازاي في الانمي. ممكن نبقى نجرب حاجة تانية، هوريكم حاجة تانية زي اللي في الثامنيل نشوف شكلها عامل ازاي برضو، او حتى نكون معانا نفس البروموت ونشتغل عليه. دي طالعة كده في الانمي، ما يطلع فيها غلطات انا متأكد. كنت متأكد يطلع فيها غلطات. دي احلاهم بصراحة، ما عدا بس تظبيط الدقن. دي احلاهم. دي فيها مشاكل في الايد طبعا كلها بايظة. انا ما اعرفش ليه هو بيحطوا الايد دي كويسة برضو بس مش قوي. بس دي احلاهم. يعني في الانمي البرومو دوت مش كويس، بس لو جيت جربته على حاجة تانية هتلاقيه شغال كويس تمام، مفيش مشاكل. تعال نجرب مثلا نخليها على نو ستايل ونكتب البرومو دوت. البرومو انا بحب استخدمه يعني، بجرب بيه. وومن تريبي ارت مثلا، او تريبي، خليها تريبي ارت نشوف هتبقى عامله ازاي. ممكن اكتب برومو تويتش بس لا، خلينا في ده يعني تريبي ارت. ممكن اخليها تريبي ميلتنج ارت برضه نشوف هتبقى عامله ازاي. نايس جدا جدا. اصلا انت ممكن اصلا بالتريبي ارت دي تعمل كميه صور وحاجات جامده. خليها تريبي. يلا بقى نزود الحاجات اللي انا بحبها. شوف هتبقى عامله ازاي. اصلا ان شاء الله يعني لو الموديل ده نزل رسمي داونلود على البي سي، هجرب بابعاد مختلفه، واقول لك انت ممكن اصلا بالابعاد المختلفه دي الصوره اصلا تبقى شكلها جامده ازاي، وان انت تستخدمها كفيديو كليب اساسا. وانت تظبطها وتعمل بقى فريمات ومش عارف ايه، والكلام ده تعمله كفيديو كليب صور. الصوره دي مش قوي، دي كويسة ودي برضو كويسة. لا مش قوي برضو حتة عن الرجل ديت، بس دي اجمدهم طبعا. فعلا 100% 100% لو فاي ارت. تريبي ميلتنج كله
تظبيط الالوان، على مش عارف ايه. يعني اللي كسبوا معايا دي ودي، تعال ندونهم، نخليهم هنا على جنب وندونهم. اصلا ممكن نعمل حركه دلوقتي. احنا معانا الصوره، نرفعها هنا في كليب انتريجيتور، نخليه يوصفها بشكل ادق من الوصف اللي انا كاتبه، ونعمل منها نسخ تانية مختلفه احسن واحسن واحسن كمان. فنشوف برضو الحته ديت ونشوفها تبقى عامله ازاي. هسيب لكم اللينكات دي في الديسكريبشن، طبعا لينكات المواقع دي في الديسكريبشن. وتبقى تجرب لو انت عندك اشتراك في ميد جيرني، لان ميد جيرني مبقاش مجاني. جرب برضو وشوف وقارن، وانت بقى اللي ايه هتقرر بعدين هتستخدم انهي، يعني ميد جيرني ولا ستيبل ديفيوجن ولا ليوناردو ديفيوجن ولا الكلام ده. ليوناردو بيعتمد على ستيبل ديفيوجن بتطوير الموديلز وبتاع حاجات زي كده. فليوناردو لحد دلوقتي كويس، بس هنيجي نستخدم ستيبل ديفيوجن جنبه، ستيبل ديفيوجن يكسب. ليوناردو برضو مش هيعطيك كل التحكمات اللي ستيبل ديفيوجن بيديها لك على جهازك. انت بتحمل فوق ال 50 60 70 جيجا على جهازك عشان تقدر ان انت تطلع شغل كويس جدا. يعني انا محمل عندي فوق ال 50 جيجا تقريبا، مش فاكر كام، عشان اعمل حاجات زي كده، موديلز كتيره، وبطلع منها صور كويسه الى حد ما كويسه. عشان بس انا المودلز اللي عندي لسه مش بتعتمد على اخر اصدار. مثلا موديل نزل للعامه يحملوه كده يعني. فاحنا مستنيين بقى الموديل بتاع الستابيليتي، اللي هو موديل رقم 1 الفيرجن 1 اللي هينزل، عشان الناس تجربه. واقعد بقى اتفرج هنا وهنا وبتاع، واشوف استخداماتها تكون قويه ازاي على البي سي وبتاع، وعشان اطلع بفيديو مجمع فيه كل بقى الحاجات اللي انا فهمتها، واشرح الدنيا وبتاع ده، اذا كان جهازي يقدر يستحمل ان انا افتح او بي اس وانا بستخدمه. لان هو محتاج شغل جامد يعني. اهو هنا شرح لي الصوره بشكل ادق بكتير مما اصلا كاتب. انا كاتب ومن تريبي ميلتنج لو فاي ارت، نروح دايسين على ريجنريت ونشوف الصوره تبقى عامله ازاي. ولو عملت الصوره بالفانتسي ارت هتطلع عامله زي الثامنيل ده، بجد هتبقى عامله زي الثامنيل بالظبط يعني. طلعها لي اقوى واحسن من ما انا اصلا يعني متخيل. يعني انا دلوقتي خليت الكليب انتريجيتور يوصفها لي بشكل ادق، مطلعها لي اجمد بكتير. الصوره رائعه، الصوره رائعه 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 كمان. تعالى نستخدم الانمي بقى. ممكن استخدم اكتر من ستايل. نشوف الانمي ونشوف الفانتسي ونشوف معاهم بالمره الديجيتال ارت. في الانمي اهو لسه طالع لنا صورتين بس في الانمي، الصورتين طالعين شكلهم جامد. انا هعتمد. انا مثلا الصوره دي فيها مشكله في المناخير فقشطه يعني، ممكن ما حدش واخد باله، بس هعتمد. تعالى برضو نخليهم على جنب، هنحتاجهم لحد ما يخلص تحميل في دول. هو ما حملهمش بسبب برضو بتبقى ضغط على الويب سايت. تعالى نجرب الديجيتال ارت، بعد كده الفانتسي، بعد كده نختم الفيديو. وبرضو نقول في الاخر ان استابيليتي كسب. استابيليتي كسب. كان الاول في مشاكل، وكنا بنشوف المشاكل اللي بتحصل في الصورة، وانك ازاي تيجي تعمل صورة وتلاقي 15 صباع على مش عارف الوش عامل ايه على ايه، النيجاتيف بروموت بيكون تعبان ومش عارف كذا كذا. دلوقتي لا، دلوقتي ميد جيرني مش معانا خلاص. صور اهي، الاربع صور هم الاربع صور يعني كسبان فيهم. لو جيت عملت انت حاجه شبه كده على ميد جيرني برضو انت هتقول استابيليتي. طب ما انا اروح للاستابيليتي احسن، مجاني بيعمل صور اجمد. تعال نجربها على الفانتسي. برضو ممكن اجرب الانالوج فيلم، لان انا من الناس اللي بتحب الانالوج، الحاجات الانالوج في الفيلم او الحاجات الريترو والكلام ده. نشوف شكلها عامله ازاي، تطلع عامله ازاي وكده. اهو في الفانتسي، في الفانتسي شكلها حلو برضو، بس انا اميل للنسخه اللي قبل كده. الصوره دي الوحيده اللي عجبتني بصراحه. بس انا اميل للصور اللي قبل كده. تعال نجرب الانالوج بقى. الانالوج دي لو طلعت بشكل حلو بالنسبه للبرومو دوت، بشكل يعني رائع رائع رائع، خلاص البتاع ده انا هعتمد عليه. اعتمدت عليه خلاص من دلوقتي. استنى بس ان الموديل ينزل عشان اسجل لكم فيديو ابن لذينه جامد يعني. اي نعم الصوره دي بايظه، قشطه، ما عنديش مشكله. دي حلوه، دي جميله، ودي جميله. التلاته دول جمال، لكن دي وحشه. الحته اللي العين ديت مش حلوه، انت ممكن اصلا تعالجها بادوبي فاير فلاي. وكده خلاص خلصنا. ما جينا نيجي نتكلم ونقول الملخص الفيديو: استخدم ستيبل ديفيوجن، ما تروحش لادوبي فاير فلاي، ما تروحش الميد جيرني، ما تروحش ليوناردو، ما تروحش لاي حد. ادوبي فاير فلاي الحلو اللي فيه فكرة ان انت اصلا انت ما بتتعبش. انت بتعمل انظمه وبتعمل الحاجات دي كلها بحاجات بسيطة، وفوتوشوب هو اللي بيعمل لك كده. انا مستني حاجة تحصل من ستيبل ديفيوجن، يعني ان هو فكرة ان هو يحط لك بلجن بقى، بلجن كليب دروب
تركب على الفوتوشوب. انا ما اعرفش اذا كانت موجوده ولا لا، يعني لو موجوده هتبقى حلوه ان انا اركب بلجن كليب دروب على الفوتوشوب واشتغل براحتي وانا قاعد جوه الفوتوشوب كده. انا مش محتاج ان انا اصلا اروح بقى للفوتوشوب بيتا واعمل مش عارف ايه ويكراش مني وحاجات كده، وممكن الصوره تطلع بايظه. لا، طب ما ستيبل ديفيجن هيظبط لي كل الدنيا. انا هتست الموضوع ده لو لقيتها موجوده. ظبطت خلاص، على كده ممكن شورت فيديو اتكلم فيها الحوار قشطه تمام. ما ظبطتش نستنى بقى لحد ما ايه حد يحاول يعملها، يكون عنده سيرفر ولا بتاع يرفع عليه ستيبل ديفيوجن ويحاول يعمله لنا كأداة للفوتوشوب. يعني انا كنت معاكم مازن عادل اي كي عبقرينو من قناه عبقرينو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لينكات ديسكريبشن مهمه جدا، هتلاقي عندك تويتش، هتلاقي عندك آه فيسبوك بقى، في لو عايز تلعب العاب هتلاقي لينك ممكن تحمل منه العاب مجانيه. كل ما تعمل ريفيو بتكسب حاجات من الويب سايت وبصراحه العاب حلوه جدا، كل اسبوع بتتغير. وهتلاقيني اغلب الوقت على تويتش، بستريم على تويتش جيمز وحاجات زي كده. وفيسبوك بقى لو انت عايز بقى ايه تشوف اخر الصياح، اخر الضحك كده. يعني لو انا عملت البوستات بابليك تمام، لان انا اصلا ما بشيرش كتير. اشوفك في فيديو جديد. انا كنت معاك مثلا عادل اكرم مره تانية. روح الانترو الجامده جدا بقى. السلام عليكم.